مين العدمان الصدمان اللي قاعد مع سادة قريش ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه عندك يا دياب؟ انت مالكش شغل هنا ومالكش شغل في الديكور ده خالص. انت شغلك مع المسلمين. ايه اللي جابك مع الكفار؟ اخلص واتكل على الله عشان مش فاضيين. لا مؤاخذة يا أستاذ، أنا عايز أبقى مع الكفار. هو بمزاجك؟ والله العظيم 3 يا أستاذ، أنا حافظ كل الكلام وجاهز على البروفة والتصوير. يا بني آدم ما ينفعش تبقى مع الكفار. بص لزمايلك، العز باين عليهم، غضب ربنا باين على وشهم، صحتهم كويسة. إنما أنت يا دياب، أنت غلبان وطيب. علشان كده يا دياب المخرج اختارك تبقى مع المسلمين. إن كان على اللبس يا أستاذ هاتولي لبس كافر وأنا ألبسه في نص دقيقة واحدة، والكلام أنا حافظه تمام 100 100. أعمل معاه إيه بقى ده؟ حد بقى يجي يفهمه عشان أنا مش ناقص. ايه يا دياب؟ جرى ايه؟ كافر ولا مسلم يا ميتك مدفوعة. وبعدين حد يكره انه يعمل دور واحد مسلم؟ أنا بحكي سناوي، اتوسط لي عند المخرج بس نفسي أبقى كافر، أبقى كافر مرة واحدة في حياتي. النهاردة بس والله العظيم دوري مع الكفار أحسن بكتير من دوري مع المسلمين. فرصة عليك النبي يا أستاذ، أديني حلفتك بالغالية. أبوس إيدك يا أستاذ، اديني الفرصة دي مرة واحدة في حياتي أطلع كافر. طب يا سيدي اتفضل روح البس كافر. دقيقة واحدة وتكون هنا، أنا مش ناقص عطل، اتفضل. بص دقيقة. عايزين نعيد المشهد تاني عشان ما عندناش أكل تاني، والسادة الممثلين الكفار يركزوا شوية وياكلوا بنهم وشراهة عشان نخلص ونخلص المشهد ده من أول مرة، عشان نروح عشان أنا اتخنقت. يلا سكوت، هنصور. 25 واحدة أول مرة. هجيب لك واحدة كمان، بس الفخدة دي مش حاجة هينة عشان الحموضة. عشان تضيع الحموضة يعني؟ صدق بالله أنا الحموضة دي على قلبي زي العسل. بس بسم الله ما شاء الله عليك، الفخدة في إيدك كتخف الريشة. على فكرة أنا كنت فاهم من الأول. أنا بيني وبينك عرفت إن أبو جهل عامل وليمة للكفار، قلت مش ممكن تفوتني. أنا حسيت بكده، قلت لا يمكن يبقى كافر على الفاضي. تصدق بالله لا إله إلا الله. أنا بحلم بالوليمة دي من 15 سنة. 15 سنة؟ 15 سنة بحلم بالوليمة دي. بحلم بإن يبقى في إيدي هبرة لحمة، فخدة، سمانة، حاجات اللي زي حالاتنا ما بيشوفوهاش لا في أعياد ولا في حتى في مواسم. وأول ما وصلني بقى إن أبو جهل عزم الكفار على الوليمة دي، قلت كافر، أنا عاوز أبقى كافر بقى. أيوه أنا كافر. أجيب لك شاي؟ هيعمل معاك شغل كويس على فكرة.